السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود فاروق. النهارده هنتكلم عن واحد، بصراحة أنا بحبه شخصيا. بصراحة أنا ببقى مستمتع بصراحة، يعني كتحليل وكأداء وكاحترام وككل حاجة. ده وبعدين انهي سنين انت بتتكلم؟ عادل سعد. لا انا فاهم. طيب. انا بتكلم على قبل اول الالفيه. الراجل مش بيتكلم في الكورة وخلاص، لا ده بيفك اللعبة أو بيفك الجيم اللي أنت ما اتفرجتش عليه، أو حتى لو أنت اتفرجت عليه وبيركبه لك تاني. يعني هو بيعيد صياغة الحاجة ويوريك حاجات أنت ما كنتش شايفها. لما شافوا الحركه بتاعت لعيبه ريال مدريد وجدوا انه في معظم الوقت هي بتبقى مع نفس مكان الحكم. او يخليك ان انت تفوكس على حاجات. النهارده هنتكلم عن اسطوره التحليل احمد عز. جايزة أحسن ممثل لأحمد عز. لا مش ده احمد عز التاني. جائزة أفضل محلل رياضي. المحلل الرياضي الأستاذ أحمد عز. يعني ايه محاسب ويقعد يحلل كوره؟ ايه ده؟ القصه ما ابتدتش في قطر وما ابتدتش في القاهره كمان. احمد عز كان عاشق لكره القدم من وهو طفل صغير، بس شغله الاولاني قبل ما يخش في موضوع الكوره وكده كان محاسب في البنك الاهلي. بس بصراحه محاسب ديت كانت خدعت ناس كتير. هو انت ازاي محاسب وازاي بتفهم في الكوره كده وازاي بتحلل الكوره بالطريقه الحلوه دي؟ بس للامانه الراجل ده كان عنده عقليه تحليل للكوره عبقريه ومختلفه ورهيبه في الاحصائيات. ده اللي خلى تحليلات احمد عز بعد كده دقيقه وعلى طول موثقه باحداث، والراجل بيقرا وبيدور وبتاع، مش اللي هو بيقول اي كلام وخلاص. ما عادي كلنا ممكن نطلع نتكلم في الكوره، بس لا، يعني مش هتبقى احمد عز. ماشي بكلمك بالمنطق، ماشي. بالاحصائيات، ماشي. وبالتحليل، اوكي. وبالتصريحات. البدايه الحقيقيه لاحمد عز كانت في قناه النهار الرياضيه. هنا بدانا احنا كمصريين بدانا نشوف احمد عز على القنوات او على الفضائيات، وبدانا نشوف التحليل والطريقه الحلوه اللي هو بيتكلم بيها. وطبعا من الحاجات اللي هي شدتنا لاحمد عز ان احنا نبتدي ان احنا نركز معاه، غير الطريقه الحلوه اللي بيتكلم بيها وغير التحليل المنطقي اللي هو بيتكلم بيه، ان هو كان جريء. هو كان جريء جدا، والجراءه بتاعته ديت ان هو ما كانش، يعني كان ممكن يطلع يتكلم على الاهلي، يتكلم على الزمالك، بس ده لا يعفي الاداره من مسؤوليه مهمه قوي. ما كانش بيخاف. اللي هو رد الفعل بتاع الجمهور، يعني مثلا لو بيتكلم على الاهلي رد فعل الزملكاويين، واللي كان بيحبب الناس فيه ان هو بيتكلم فعلا بجد، ان هو مش بيقول كده من باب ان هو بيستفزك وخلاص، لا، انا بقول حقائق فعلا. يعني انت لو حد طبيعي، وحتى لو انت عارف ان في مشاكل وهو طلع يتكلم عنها، اظن انت مش هتزعل منه، عشان هو فعلا بيوريك لو في حاجه حلوه او حاجه ايجابيه هو بيبتدي ان هو يظبط عليها ويبتدي يركز عليها. انا كنت هتجنن انه البرنامج يرجع عشان اعمل ان شاء الله مداخله تليفون. ما كانش زي الناس اللي احنا كنا متعودين عليهم في القنوات، اللي هو ايه، انا بطلع اقول الاهلي جامد، بطلع اقول الزمالك جامد، بطلع اقول الاسماعيلي جامد، بطلع اقول الريال مدريد جامد عشان مثلا ما ازعلش الناس والكلام ده. لا، هو ما كانش بيعمل كده. لا، هي في الحقيقه شخصيه البطل مش شهاده ايزو. انطلاقه احمد عز بقى الحقيقيه كانت في قنوات بين سبورت. هناك بقى شهرته بقت اوسع، وبدا ناس كتير تشوفه، وبدا ان هو يخش في بطولات، وبدا ان هو يحلل بطولات كبيره. وطبعا مش هننسى بقى طبعا يعني تحليلاته في الليجا الاسبانيه ودوري ابطال اوروبا، اللي ما كانتش المتعه بتكمل من غير تحليل احمد عز. يعني احنا خلصنا الماتش، لا احنا هنقعد نتفرج على احمد عز وبيحلل الماتش، احنا اكننا ما اتفرجناش عليه. احنا مش هتكمل. عارف مثلا زي ما تلعب مثلا الماتش مثلا شوط اول وشوط تاني، انت لو اتفرجت على الشوط الاول هو ستيل الماتش ناقص، مش هيكمل. حتى لو انت اتفرجت على الشوطين واكسترا تايم والماتش خلص وعرفت النتيجه، الماتش بالنسبه لك مش هيكمل من غير تحليل احمد عز. في فلسفه عند زيدان عبقريه في موضوع تسليم واستلام الكوره. لو جينا نفكر في الموضوع، هو ايه المميز في احمد عز؟ يعني اكيد مش صوته، يعني اكيد مش صوت احمد عز. ليه؟ ان احنا بنفضل نسمعه. بس لو قعدنا نركز في الموضوع كده هنلاقيه ده وراه شويه حاجات. الراجل ده بياخد اي تكتيك في ماتش او اي تكتيك لمدرب، بيبتدي ان هو يبسطه لك بطريقه بسيطه جدا، وانت قاعد كده على الكنبه ومريح دماغك، ولا اكنك مثلا جوارديولا او اكنك مثلا مورينيو. قسم الشاشه معايا كده 3 تنصاص. احمد عز لو في حاجه غلط او في لعيب مثلا اداؤه مش حلو،
حتى لو كان مصري هو هيطلع يقول لك اداؤه مش حلو. اللعيب ده حلو هيطلع يقول لك اللعيب ده حلو. يعني من ضمن الحاجات المصداقيه اللي هو ايه، انت عارف ان هو بيتكلم بجد. ليه فري ايجنت؟ هو ليه فري يعني؟ هو ليه لعيب ليه ببلاش صحيح لعيب وامكانياته حر كويسه؟ بجد دي من الحاجات اللي احنا بتخلينا نتعلق باحمد عز. المدرب الفلاني ده كان وحش النهارده، فهو المدرب الفلاني ده كان وحش، كان فعلا كان وحش. المدرب ده كان حلو، كان عمل تغييرات كويسه، عمل ليه بصمه في الملعب كويسه. كل دوت هو بيتكلم فيه، كل ده انت بتبقى شايفه بجد، فكل ده انت بتصدقه اكتر، وبتحس ان هو بدأ يقرب منك اكتر. يعني كأحمد عز اللي هو ايه، انت بجد انت بتقول الحاجه اللي احنا عايزين نسمعها. متعنا يا سيدي. دي من ضمن الحاجات اللي خلتنا ان احنا نثق في احمد عز، وان احنا نحبه ونصدقه ونحب ان احنا نتفرج عليه. حاجه كمان برضو، الشغف اللي عند احمد عز. الشغف اللي عند احمد عز ده بيخليك وانت قاعد بتسمعه ده اكنك مثلا قاعد مع واحد صاحبك بتتكلموا في الكوره، هو حبيبها وانت حبيبها، وقاعدين بتتناقشوا بجد. بتحس ان فعلا واحد عنده شغف، هو مش واحد هو بيتقاضى اجر ما عشان يطلع مثلا في التلفزيون يعمل مثلا البرنامج الفلاني ويقبض ويخلص الحلقه وياخد بعضه ويمشي وخلاص. لا، هو فعلا عنده شغف كبير للكوره، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بتخلينا برضو ان احنا نحبه، ان هو حبه للكوره وشغفه ليها. اللي هو ايه، بيفرح لما انت بتبقى فرحان. يعني هو بيشاركك الحاجه نفسها. بيزعل لما انت بتبقى زعلان. يعني بتحس لو انت زعلان هو زعلان، انت مبسوط هو مبسوط، وبيوصل لك دوت وبيحسسك بيه. اظن دي من الحاجات المهمه جدا اللي خلتنا برضو ان احنا نثق في احمد عز. برضو عقليه المحاسب اللي عند احمد عز دي برضو بتخلي ارقام احمد عز والاحصائيات اللي هو بيقولها هي مش مجرد ارقام بيقولها على الهوا وخلاص، مش بيقولها في برنامج وخلاص. لا، دي مبنيه بجد على حقائق، وعلى الراجل تعبان في شغله وبيدور وبيحضر وبيعمل كل حاجه صح. يعني هو بيتكلم بارقام وبيبني سيناريوهات هي بجد موجوده على ارض الواقع، هو مش بيقولها لك كده وخلاص. هي الفكره في الرقم مش في مصدره. انا ذاكرت نفس المذاكره اللي هم ذاكروها. ماشي. من ضمن برضو اللحظات الحلوه الكلاسيكو بتاع ريال مدريد وبرشلونه. هو بصراحه ما كانش بيكمل متعه الكلاسيكو غير بالتحليل بتاع احمد عز. برضو لحظات الهزيمه، لحظات الهزيمه اللي احنا كلنا بنبقى فيها زعلانين، انت بتسمع منه الكلام فعلا اللي جواك. يعني الكلام اللي انا عايز اقوله هو بيطلع يقوله. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي بتخلي احمد عز قريب من كل واحد بيحب الكوره، من كل واحد بيتفرج على الكوره، من كل واحد زعلان على فريقه برضو ان هو قدم ماتش وحش، عمل بطوله وحشه. كل دوت انت بتسمعه بجد، بتسمعه بجد من احمد عز. دي حاجات مش هنشوفها خالص في تحليل الاهلي والزمالك. من اللحظات اللي ما تتنسيش الريمونتادا بتاعه برشلونه على باريس سان جيرمان. صوت احمد عز وانفعالاته جزء كبير كان من الماتش. انا مثلا افتكر الماتش، يعني انا لو رجعت بالذاكره كده وحاولت مثلا ان انا افتكر الماتش، انا جزء من الماتش انا بفتكره لاحمد عز. فدي حاجه ان هو سايب بصمه كبيره حتى لو في ماتش. يعني احنا كتير بنتفرج على مطوشه وكتير بننسى مطوشه وكتير بننسى النتائج بتاعتها، بس ان انت تيجي تفتكر الماتش وتفتكر فيه حاجه بره الماتش فتعرف ساعتها ان هو فعلا ساب اثر كبير، هو سايب بصمته. ودي من الحاجات بصراحه اللي انا بحبها في احمد عز. في برضه حاجه كمان، الانتقادات اللي كان بيقدمها احمد عز للادارات المصريه والعربيه. لو كان مثلا في اداره مثلا ما كانتش قايمه بشغلها، اداره فشلت في كذا ايا يكن، الراجل ده كان بيطلع يقول الكلام ده بجد. مع ان احنا لو بصينا للموضوع، واحد زي ده هو عشان يفضل متألق ويفضل في الساحة ويفضل موجود هو لازم يراضي كل الأطراف. ومش بقولك إن هو هيراضي لعيب ولا يراضي مش عارف مين، لا، هو بيراضي إدارة. يعني ممكن مثلا تبقى إدارة زي، مش عايزين نذكر طبعا أسامي أندية كبيرة أو حاجة، بس إحنا كلنا عارفين وكلنا شفنا الكلام ده. وده كان بيدخله في جدل كبير مع ناس كتير بصراحة، بس هو طبعا ما كانش بيفرق معايا. يعني انا هقول الصح، هقول اللي انا شايفه، انا ماليش دعوه بحد. اللي حصل في موسم الانتقالات اللي فات ان في فلوس اترمت. هنرجع ونقول في ناس كتير قوي بتحب الكوره، بس قليل جدا اللي يقدر يحول الحب ده لعلم والفن ويوصله للناس زي ما احمد عز عمل الكلام ده. اللي احمد عز علمه لنا هو اثبت ان الشغف والحب والعمل بجد ممكن يخلقوا نجاح حتى لو ما لعبتش الكوره ولا الناس شافتك بتلعب كوره. خطه بيب جوارديولا الجديده دي المتكلفه. اخيرا انا عايز اسمع رايكم في احمد عز. يعني كل واحد برضو شايف جزئيه برضو ممكن يبتدي ان هو يقولها ويقول لنا مين احسن محلل رياضي بيتفرج عليه، واحسن لحظه انت بتفتكرها لاحمد عز عمرك ما تنساها. اخيرا كان معاكم محمود فاروق،
لو عجبك الفيديو وعايز تشوفنا تاني اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.